السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نفسك تعمل موقع، طبعا المواقع مهمة جدا ولابد ان اي حد يكون بيعرف يعمل موقع. فلو عايز تعرف تعمل موقع تابع معايا الفيديو ده. انا مش هقول لك ان انت تكون محترف وبتعرف تعمل موقع واو قوي، لا، بس على الاقل هتطلع من الفيديو ده عارف تعمل صفحة ويب. واحنا لسه مستمرين في الكورس، ان شاء الله بعد نهاية الكورس ده هتعرف تعمل موقع ويب احترافي جدا. احب اقول لكم ان ده الدرس الرابع في ال HTML، وان شاء الله هنشرح نص ال HTML. فيلا بينا نبدأ. احب اقول لكم ايه الادفانتجز بتاع الكورس ده. احنا عملنا تطورات في الكورس عشان نخلي التعليم يكون سلس وجميل ومفيد في نفس الوقت. تمام. طيب الكورس طبعا مجاني بالكامل 100%. الكورس مبني على المشاريع. تمام. طيب هتلاقي جودة المايك والفيديو اتحسنت. في نيو بارتس هنضيفها، اجزاء هنضيفها الفيديو علشان نحسن التعليم ونخليه ممتع. هتلاقي في كويزز علشان نخليك تنشط وانت تجاوب، علشان ما تفضلش القعده ممله كده، لا. وهنعمل فقره تطبيق علشان تطبق على اللي انت اتعلمته، علشان برضو ما تبقاش الحياه ممله كده وما تفضل قاعد بتسمع بس، لا، انت في نفس الوقت كمان بتطبق. تمام. وهنسيب لك كمان الباوربوينت اللي احنا بنشرح منه في وصف الفيديو علشان لو حبيت تراجع منه او تذاكر او تعمل اي حاجه. تمام. يلا بينا نخش على بعديه. طيب احب اقول لك ان في مفاجاه في نهايه الفيديو، فاتاكد انك تكمل معانا لحد النهايه علشان تعرف ايه المفاجاه. ومفاجاه مش اي كلام، لا، دي مفاجاه في السماء. فيلا بينا نكمل. ايه الريكويرمنتس بتاع الكورس او الفيديو ده؟ الفي اس كود. يعني احنا الفي اس كود ده هو الكود بتاعنا. احنا هنكتب الكود فين؟ الفي اس كود. طيب احنا هسيب لك لينك تحميل الفي اس كود في وصف الفيديو، وعادي انت لو عندك اي تكست اديتور تاني ممكن تكتب منه عادي، بس احنا هنشتغل بالفي اس كود. بس انا هسيبه لك في وصف الفيديو عشان لو عايز تحمله. تمام. طيب اهم حاجه انك تركز معايا. لو ما فيش اي حاجه دول موجوده وركزت معايا هتفهم. تمام. طيب الكاب اوف كوفي، كوبايه قهوه علشان تمخمخ يعني، عشان الحلقه دي ممكن تطول سيكه كده. تمام. ورقه وقلم لو عايز. طيب خلينا نبدا على طول. احب اقول لكم ان في فقره كيو اند اي هنعملها في الحلقه، يا اما اللي هي بعد دي، مش النهارده، لا، الحلقه اللي بعديها. تمام. هنبدا نجاوب على الاسئله اللي انت هتسيبها لي في السيشن دي والسيشن اللي بعديها. تمام. طيب احنا هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هناخد ريكاب سريع على الفيديوهات اللي فاتت، وطبعا لو انتوا ما شفتهمش لازم ترجع لهم لان هم فيهم شرح في التفصيل، اما انا هدي فاست ريكاب، حاجه سريعه. تمام. طيب الاتريبيوتس، احنا هندي اتريبيوتس وهندي الهيد اليمنت. تمام. وهندي الكونتينر واللاي اوت. هنعرف كمان ازاي تربط ال HTML ب CSS والجافا سكريبت، وهنعرف ايه هو النصوص في ال HTML، وهنعمل ريفريش بكويز سريع، وهناخد البلوك اليمنت والانلاين اليمنت، وهناخد السنتاكس والايمج. الايمج دي احنا خدناها الحصه اللي فاتت، بس احنا النهارده هندي مراجعه سريعه ان احنا هنستخدمها في المشروع. تمام. وهندي ايه هو اللينك، وهندي يعني سام ستايلز كده. احنا كورس سي اس اس ان شاء الله يا اما هينزل بكره اول حلقه فيه، او هتنزل بعد بكره، لسه ما حددتش، بس انت تابع جدا القناه لان هي اما بكره اما بعد بكره. تمام. بس احنا النهارده هندي ستايلز اساسيه زي الكالر، الباك جراوند كالر، عشان يساعدونا ان احنا نخلي صفحه الويب بتاع النهارده شكلها افضل. تمام. وهناخد بروجكت، وهناخد الكوت، وهناخد البروجكت رقم 2. تمام. يلا بينا نبدا بقى فعلا. خلينا ناخد ريكاب سريع كده على الفيديوهات اللي فاتت. خلينا نروح على الفي اس كود. طيب الفولدر بتاعنا هو احنا نبدا من الصفر خالص. تمام. هنيجي نفتح نكتب index.html. تمام. وهنكتب الكود الاساسي. الكود الاساسي اللي احنا خدناه في اول فيديو كان ايه؟ ان احنا بنعمل اللي هو الكود ده اهو دوك تايب HTML، وقلنا ان الكود ده بيعرف البراوزر ان احنا هنكتب HTML5 او اخر اصدار من HTML لحد تاريخ الفيديو ده هو HTML5. تمام. طيب خدنا الاليمنت اللي اسمه HTML. تمام. ده بدايه الصفحه بتاعتنا اهي ده، ودي النهايه بتاعتنا. تمام. طيب قلنا ان ال HTML بتاعنا او صفحه الويب بتاعنا بتنقسم الى حاجتين، هيد وبادي. الهيد كنا بنقول ايه؟ ان هو في المعلومات بتاع الموقع. تمام. وخدنا اول اليمنت فيه اللي هو التايتل، وده يعتبر من المعلومات بتاعه الموقع، وقلنا كلامنا فيه ساعتها احمد على ما اظن يعني. هنيجي هنا بقى في البادي. كنا قلنا ان البادي ده هو بيتمثل في الكونتنت بتاع الموقع، اي حاجه هتظهرها في الموقع بتتكتب في البادي. وكتبنا ساعتها نص تقريبا، كتبنا H1 وطلع النص كبير.
تمام. بس احنا ده ما كانش من موضوع الحلقه بتاعتنا يعني، بس احنا ضفناه عشان ندي مثال. يعني في الفيديو اللي بعديه عملنا مشروع، وفي الفيديو الثالث خدنا الصور وعرفنا ان الصور بتتكتب كده او اي ام جي، وبنكتب اس ار سي، تمام، وبتكتب الايمج ايمج سورس، تمام، وهتكتب الالت ده اللي هو لو الصوره ما ظهرتش او في مسار بايظ، فانت بتحط مكان الالت ده اي نص او اي كلمه، تمام. مثلا نقول مثلا هنا كان المفروض فيه اللوجو، فاحنا نقول قايلين هنا لوجو، تمام، عشان اليوزر يكون عارف ان في مشكله حاصله، فاللوجو ده هو هنا كان المفروض فيه اللوجو بتاع الموقع. بس كده احنا خلاص، كده احنا هنبدا في الجديد ده، احنا اللي احنا خدناه السيشنات اللي فاتت. طيب ايه هي الاتريبيوتس؟ هي بروبرتيز بنضيفها في ال HTML element علشان نكمبليت its functionality. زي مثلا هديك مثال، مثلا احنا عايزين نعمل صلصه العاديه، تمام. طيب فاحنا هنحتاج ايه؟ الماشين اوف صلصه، يعني احنا الماشين بتاعت الصلصه دي احنا هنجيبها. طيب هل احنا لو الماشين دي جبناها كده، هل الماشين دي هتعمل لنا الصلصه؟ الاجابه لا. ليه مش تعمل لنا الصلصه؟ لان احنا ببساطه بكل اختصار احنا ما اديناهاش الطماطم. يعني احنا الصلصه دي هي هتطلع الصلصه من الهواء مثلا؟ لا، ما احنا هنحط لها طماطم من هنا فهتدي تطلع صلصه من الناحيه الثانيه، تمام. بالظبط كده، هي دي الاتريبيوت. فانت في اليمنتس معينه في الاتش تي ام ال لو حطيتها كده مش تعمل اي حاجه. طب لما تدي لها اتريبيوتس هتبدا تطلع لك الاوتبوت. زي الصور مثلا، هل انت حطيت الصوره تظهر؟ لا، مفيش اي حاجه تحصل. لازم تدي لها الصوره ذات نفسها، او مش هقول لك الصوره، تدي لها المسار بتاع الصوره وهي تبدا تحوله لك بقى لصوره تظهر كفيجوال في الموقع بتاعنا، تمام. مثال من الواقع العملي، خلينا نعرف ايه الاتريبيوتس في الفي اس كود نطبق زي الايمج اهي، تمام. الايمج احنا خدنا الاتريبيوتس هي بتمثل كي ايكوال الفاليو، تمام. متفقين على الكلام ده؟ لان انت تلاحظ السورس ده كي. طب ايه هو السورس بالظبط؟ هتحط له الايمج سورس جواه، تمام. طيب الالت ده برضو اتريبيوت، مش شرط انك تحط اتريبيوت واحد، لا عادي ممكن تحط اكتر من اتريبيوت عادي جدا. طيب خلينا نخش على اللي بعديه. ايه هو الهيد اليمنت؟ الهيد اليمنت هو اللي احنا كنا بنقوله من شويه، اللي هو الهيد والبادي. طيب الهيد ده دلوقتي هنشرحه بقى بالتفصيل الممل. طيب هو بيمثل البروبرتيز. ايه ده؟ هو مش كده الاتريبيوتس هي البروبرتيز؟ لا، ده بيقول لك بقى هو ده البروبرتيز بس بيتمثل الموقع ككل. هو الاتريبيوتس بيقول لك هو بيعمل اتريبيوتس على الاليمنت او بروبرتيز على الاليمنت بس، اما الهيد لا، بيعمل على الموقع ككل، يعني التايتل، الديسكريبشن، الكلمات المفتاحيه، الاس اي او، الكلام ده كله، تمام. طيب هنعمل الاس اي او فريندلي، يعني هو بيخليه الهيد بيخلي الموقع يكون اس اي او فريندلي. ايه هو الاس اي او فريندلي؟ ان شاء الله نبقى نعمل عليه حلقه. بس هو الاس اي او فريندلي باختصار هو ان انت عايز تخلي الموقع اول ما حد يكتب بس اول حرف يظهر لك في نتائج البحث، اول ما يكتب كلمه الموقع يظهر في اول نتائج البحث. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ من الهيد بتحدد الكي ووردز وديسكريبشن والكلام ده، تمام. بس ان شاء الله نبقى نعمل عنه فيديو ازاي تعمل خلي الموقع بتاعك بيرفكت في الكلمات المفتاحيه او البحث في جوجل. والاس اي او اختصار كلمه سيرش انجن اوبتمايزيشن. طيب هندي يعني مثال، بيقول لك ان انت لو بيرسون عايز يخلي نفسه مشهور، هيعمل ايه؟ يعني ببساطه كده، هو لو بدون الاجابه اللي موجوده هنا، اصل ده سؤال كريتيكال، يعني سؤال ممكن واحد يجاوب اي اجابه، بس هو لو عايز يخليه مشهور ممكن مثلا يخليه يسمي نفسه اسم حلو، زي دروس برمجه مثلا، اسم معرف، اسم سهل، دروس برمجه معرفه. هو برضو يسمي نفسه اي اسم سهل يعبر ويتحفظ في الدماغ، تمام. طيب ايه تاني؟ ممكن مثلا يسوق لنفسه، يبدا يعرف نفسه، يتكلم عن نفسه اكتر كده، تمام. خلينا نعرف نشوف الاجابه اهو. بيقول لك he should name himself with easy name، زي ما قلت لك اسم سهل، ولازم يحل مشكله اهي. شوف دي حته مهمه جدا، لازم يقدم حل للمجتمع، علشان اصل انت واحد ما بتعملش حاجه يبقى الناس هتعرفك ازاي؟ لا، انت لازم تعمل حاجه وتبدا وانت بتعرف نفسك تقول انا عملت دي، عملت كذا، تمام. زي مثلا زي حالتنا كده، ببدا اقدم لك معلومه، اقدم لك كورس تستفيد منه، فانا يعني واسم سهل، فانا يعتبر عامل كل الشروط. ان شاء الله ربنا يوفقنا، تمام. خلينا نشوف التطبيق العملي على الهيد.
اول حاجه احنا خدنا التايتل. التايتل ده ما ينفعش يتكتب تايتل وخلاص كده، لا، انت تكتب ويب سايت نيم وتكتب كلمات مفتاحيه تكون قويه. تمام. طيب في حاجه اسمها الميتا. الميتا اهي بتعمل الميتا نيم ديسكريبشن، بتكتب الديسكريبشن بتاع الموقع. خلينا نديك مثال. نفتح جوجل ونبحث عن اي موقع، مثلا امازون اهو معايا. طيب هتلاحظ هنا ايه؟ شايف المكان ده كده او في المكان ده هتلاحظ هنا ايه؟ في ديسكريبشن، في وصف، او الوصف اللي انت بتحدده في الهيد ده هو اللي بيظهر في المكان ده على الشاشه، بيظهر هنا كده في المكان ده. طيب فانت تكتب هنا اي وصف، بس المهم انت هتكتب بقى الميتا كيوردز. طيب هو حصل مشكله بس كده، الجهاز كان مهنج، فانا عالجت المشكله وهنكمل تاني. طيب احنا كنا موقفين عند الكيوردز. بيقول لك الكيوردز احنا هي كلمات مفتاحيه بنكتبها علشان تعرف البراوزر ان، او تعرف سوري جوجل ان انت اي حد هيكتب الكلمات دي اظهر له الموقع. تمام. طيب في ميتا يو تي اف. تمام. الميتا يو تي اف اتشارست يو تي اف 8 دي اهي، شايف دي كده، ده بيعرف الموقع ان انت اي لغه تتكتب لك يعني يقدر يفهمها. يعني في مواقع معينه لما تيجي تكتب عربي بيكتب لك كده رموز كده غريبه لانه مش فاهم العربي، او صيني مثلا مش فاهم الصيني. تمام. طيب اما انت بتحط يو تي اف 8 الدنيا تكون مظبوطه. تمام. في ميتا تانية اسمها او فيا بورت. شايف دول كده ميتا فيا بورت دي كده ودي، الاتنين دول مسؤولين عن الكومباتبل مع الاجهزه. تمام. بس احنا ده مش موضوع فيديونا النهارده، احنا هنبقى نعمل عنهم فيديو تاني ان شاء الله. بس انا حبيت اعرفها لك هنا لان احنا في موضوع الهيد دلوقتي، فالميتا دي حاجه مهمه. تمام. في برضو حاجات تانية احنا هاخدها كمان شويه، اللي هي الربط ما بين ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. ده بيحصل برضو في الهيد، لان دي تعتبر من المعلومات اللي انت بتعرفها للبراوزر او الموقع بتاعك، يعني ان انت رابط ال HTML دي باي صفحه تانية سواء HTML او CSS او الاثنين. تمام. خلينا نكمل. طيب ايه الكونتينرز واللي اوت؟ ببساطه الكونتينرز دي هي زي حاجات كده زي بوكس بنحط جواها اليمنتس، وبتبدا تتعامل مع الاليمنتس دي على اساس الكونتينر ده. يعني هو ده الكونتينر اللي بيمثلهم كلهم. طب ايه اللي اوت؟ اللي اوت دي هي بتكون عباره عن زي اسطمبه كده الموقع ماشي عليها، بيكون فيها كذا كونتينر، كونتينر وكونتينر وكونتينر، كل كونتينر منهم فيهم اليمنتس. بس اللي اوت بيعتبر الكونتينرز دي كانها اليمنت جوه اللي اوت، فاهمني؟ يعني حاجه بتنظم كده الموقع بتاعك. تمام. اول تلاحظ الكونتينر هو اليمنت، هو يعني اليمنت بيحط جوه اليمنت او اليمنتس او اكتر يعني. تمام. طيب اللي اوت هو قلت لك هو تمبلت او جروب اوف كونتينرز. تمام. which organize our work of website like header and footer. يعني تلاقي اللي اوت بتاعنا ممكن يكون فيه هيدر وفوتر ومين وسايد بار وسيكشن، سكاشن مش سيكشن واحد. تمام. او بيقول لك ايه في اكزامبل، بيقول لك لو انت عندك تكست وايمج وبوتون وعايز تعملهم مارجن من الليفت، مارجن ده اللي هو ازاحه من الايه من الشمال. تمام. ده كلام طبعا بيتعمل بسي اس اس. فانت هل من المنطقي ان انت تعمل لكل واحد الازاحه؟ لا، مش منطقي ده. يعني انت لو عندك 1000 عنصر هتعمل لكل 1000 عنصر مارجن؟ لا، انت تحطهم في كونتينر وتعمل الكونتينر ده مارجن بس كله ما تلاقيهم جم. فالموضوع سهل ووفر عليك كود والكفاءه. تمام. ده نوع حاجه اسمها كلين كود. تمام. طيب ايه نوع من انواع الكونتينر دي؟ الديف دي اختصار كلمه ديفيجن. هو الديفيجن ده يعني احنا واخدينه ايه اللي هو القسمه، فهو ده الديفيجن ده هو جاي من اسمه اللي هو بيقسم لك الموقع. ديفيجن اسمه بيقسم لك الموقع. حلو. تمام. المهم ايه، انت بتيجي تحط اي عناصر، تحط مثلا H1 هيدنج واللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه العناوين. تمام. وتقوم كاتب مثلا ايه، مثلا احنا هنتكلم مثلا عن رونالدو مثلا او ميسي، فاحنا لازم نكتب رونالدو اند ميسي. تمام. ونكتب HR. ال HR ده هو بيعمل خط. تمام. اختصار كلمة horizontal line. طيب لو عايزين مثلا نضيف اي image صورة، مش لازم يعني نحط سورس دلوقتي. تمام. نضيف مثلا اي نص، برضو الباراجراف ده هندرسه كمان شوية، نحط فيه اي نص. تمام. خلينا نشوف النتيجة. جو لايف اهو، شايفين الاكستنشن اللي من تحت دي كنا نزلناها احنا في الحلقه الاولى، كانت بتتكلم عن ان انت تخلي الموقع بتاعك مش لايف، لا ده لايف على اللوكال. تمام. هتلاحظ هنا ايه
جت رونالدو وميسي، وهتلاحظ فيه خط، وهتلاحظ عمل لك كلام اهو. تمام. والصوره طبعا ما ظهرتش، بس احنا تعال نحاول نجيب اي صوره اهو. مثلا ناخد الصوره دي كوبي ايمج لينك. تمام. نروح على في اس كود. تمام. ونيجي هنا مثلا في السورس، نحط هنا كده، نحط مثلا هنا رونالدو اند ميسي. هو حط رونالدو وميسي. نحاول نبوظ المسار، مثلا نحذف اي جزء كده ونعمل سيف ونشوف هل هيظهر الكلمه ولا لا. اهو ظهرت رونالدو اند ميسي. شايف رونالدو اند ميسي؟ هو بيقول لك ان هنا كان في صوره رونالدو اند ميسي، بس هو في مشكله جايه من السيرفر. تمام. تعال نرجع بقى عشان ايه الموقع ما يكونش شكله وحش. تعالى ناخد نوع تاني او القسم التاني اللي هو اللاي اوت. اللاي اوت هو ببساطه اللي هو التمبلت، او زي ما قلت لك الجروبس اوف كونتينرز، بس كونتينرز مش زي الديف كده، لا بتكون محدده اكتر. يعني انت مثلا عندنا لاي اوت كونتينر من ضمن اللاي اوت بتاعتنا اللي هي الهيدر. الهيدر ده اللي هو التوب كونتينر بتاع الموقع، اللي هو بيكون فيه اللوجو والنافيجيشن بار مثلا او بوتون او سيرش ايا كان. المهم ايه الهيدر بتاعنا ده نوع من انواع اللاي اوت. تمام. عندنا فوتر، في مين، في ناف، هتلاحظ عندنا في مثلا سايد اهو. تمام. وفي كتير غيرها بقى، يعني هتلاحظ بقى في اليمنتات كتير جدا. تمام. بس احنا هنستخدمهم النهارده في البروجكت عشان ما نطولش اكتر من كده. كل عنصر من دول بيتميز بحاجه، ان هو بيعرض لك بشكل معين كده، يعني نوع من انواع التنظيم. عشان اللي جاي، اصل انت دايما ما تزعلش ان انت هتعمل الموقع كله لوحدك، انت هتبقى شغال في شركه. تمام. فانت هتبقى عايز تنظم الكود بتاعك علشان اللي بعديك يقدر يفهم. تمام. فانت ممكن تستخدم لاي اوت زي دي او تحط كومنتس. يعني بالمناسبه يعني الكومنتس هي بتتعمل كده، تدوس اي لغه عايز تعمل فيها كومنت، تدوس كنترول بلس علامه الايه الباك سلاش او علامه الاستفهام في الكيبورد. تمام. طيب هتقوم ايه هتلاقي تعمل لك كومنت وتكتب جواه بقى. الكومنت ده ما بيتقريش من الانتربريتر او المترجم بتاع اللغه دي، الانتربريتر او كومبايلر سواء ده او ده يعني. بس هو هنا الاندكس دوت اتش تي ام ال عشان هي، او الاتش تي ام ال عامه يعني عشان هي مش لغه برمجه، فاللي بيترجمها هو البراوزر كده يعني. تمام. الكومنتس اهي بتعبر برضو، وهنا عندنا ممكن تستخدم لاي اوت برضو بتعبر. فخلينا نكمل ازاي نعمل لينك ما بين السي اس اس يعني اتش تي ام ال، ازاي نعمل لينك معاه هو سي اس اس والجافا سكريبت. بص ان انت تبدا تيجي تعمل لينك كده. تمام. هتدوس لينك ريل ستايل شيت وتكتب ستايل دوت سي اس اس. مثلا احنا نعمل هنا ستايل، فانت هتبدا تربط ده الاندكس بده. تمام. وهيبدا يتربطوا عادي جدا، وتكتب هنا ستايل وتكتب هنا الكود بتاع الاتش تي ام ال. دي طريقه تنظيميه، يعني في طرق ان انت ينفع تكتب السي اس اس جوه الاتش تي ام ال، بس انا ما بفضلش الطرق دي. ليه؟ لان انت عايز تخلي المشروع منظم، يعني كل فايل ليه كود بتاعه، فدي هتكون حاجه سهل القراءه، سهل انك تكتشف الباجز كده. تمام. طيب ازاي تعمل لينك للجافا سكريبت؟ ان انت تعمل لينك في الهيد. تمام. وتكتب سكريبت دوت جي اس. تمام. وتيجي هنا تعمل ادي لينك اسمه سكريبت فايل دوت جي اس اس. تمام. طيب ينفع تعمل هنا ربط، وينفع تعمل هنا في الاخر صفحه البادي ربط. الاثنين هيشتغلوا ومفيش اي مشاكل، ده عادي وده عادي. تمام. بس الستايل هو مكانه في الهيد، اما البادي ينفع تحط فيه السكريبت، وينفع تحط في الهيد برضه السكريبت. تمام. فبيجي بيقول لك بيسالك سؤال ايه هو الافضل، ان انت تكتب كل كود في صفحه واحده وما يكونش منظم وكله متلخبط مع بعضيه، وده سنتاكس وده سنتاكس والدنيا مش واضحه مش لطيفه يعني. تمام. ولا تكتب كل كود او كل سبيسيفيك كود للسبيسيفيك فايل بتاعه؟ طبعا الافضل ان انت تكتب كل سبيسيفيك كود في الفايل بتاعه. تمام. طيب ايه هو التكست؟ التكست هو يعتبر من اهم الحاجات في المواقع او في الحياه كعامه. انا دلوقتي وانا بشرح لك بستخدم ايه؟ كلام، صح؟ كنا الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن الصور. طيب مثال من ارض الواقع، ان انت عايز تخش على السوشيال ميديا، انت بتعمل بوست تكتب فيه تكست، بتفتح الواتساب تكتب فيه تكست، بتراسل صديقك. تمام. طيب بتعمل كل حاجه في الدنيا بنعملها بالتكست. تمام.
عشان دي طريقه مفيده جدا ومهمه جدا للتواصل. طيب خلينا نعرف ازاي نعمل تكست في ال HTML. خلينا نكتب مثلا ادي H1. اول نوع من انواع النصوص عندنا هو العناوين، الهيدنجز. في العناوين بتنقسم الى 6 احجام: H1 H2 H3 H4 H6. تمام. طيب خلينا نعمل كنترول دي لدول كده، تمام، ونعمل كنترول اس ونيجي عندنا في البراوزر ونشوف ايه اللي هيحصل. شايف الاحجام عامله ازاي؟ ده حجم العنوان الرئيسي الاول، لان انت بتعمل ارتكل مثلا تعمل صفحه بلوج، فانت بتعمل العنوان الصفحه، بعدين بتعمل عناوين رئيسيه للمواضيع اللي انت بتتكلم عنها، بعديها عناوين جوه المواضيع دي جوه مواضيع ثانيه. ما انت بتكتب مقاله كبيره. تمام. طيب خلينا نكمل. يعني انت عايز تعمل ايه؟ نص بقى، باراجراف، مفيش ابسط من كده. حرف البي وتكتب النص بتاعك. احنا نكتب لورم ده تاج بيديك اي نص كده عشوائي. تمام. لو جينا عملنا ادي كنترول اس ونروح على البراوزر بتاعنا، هتلاحظ فيه هنا نص الكتاب. لحظه بيعمل ريفريش. تمام. طيب خلينا نرجع. طيب عندنا في برضو نوع تاني من النصوص اسمه بي. هو بولد، بيخسر كلمه بولد، بس هو بنكتبها بي. تمام. ولو جيت كتبت فيها مثلا اي حاجه هلو، ماشي، وجينا ونقلين كنترول اس، جينا نروح هنا هتلاقي هلو طبعت بس بخط الخيل. الله، ده يمكن شكل شبه الهيد بس مختلف عن الباراجراف. ليه بقى؟ لان الهيدنج عامه هي بتكون اليمنت بيختصر عليك ان انت تقعد تكتب الكلام ده. يعني انت ما تقعدش تكتب بقى الاليمنت جوه اليمنت جوه اليمنت عشان تعمل ستايل معين، لا، تكتب الاليمنت ده هو واخد ستايلز اصلا، الستايل بتاعه كبير، بولد، الفونت بتاعه معين كده، فاهمني؟ بس طيب في نوع تاني اسمه سترونج ده بيخلي النص بتاعك هو ممكن ما تفرقوش عن البولد. تمام. بس هو يعني بيوضح ان النص ده مهم، لازم تبص عليه، وخصوصا بقى لو اديته مثلا لون احمر مثلا. تمام. يعني نحاول نكتب نفس النص عشان ايه؟ نحاول نشوف الفرق. خصوصا انت ممكن ما تلاقيش فرق قوي يعني، او بص هما جم جنب بعض. ليه بقى؟ لان احنا هنتكلم كمان شويه عن البلوك والانلاين اليمنتس. تمام. بس هو ما تاخدش بالك يعني دلوقتي. المهم ايه؟ يعتبر مفيش فرق قوي، يمكن ده غليظ اكتر سن، يعني اسود مسود اكتر، بس ما علينا. المهم يعني الاثنين بيعبروا ان النص ده قوي جدا. تمام. بس وفي علامه الاي بيدي يخلي النص معوج، وفي غيرها كتير من النصوص. احنا لو قعدنا نشوف النصوص دي مش هنخلص، بس هو يعني ايه؟ دول اهم النصوص اللي انت ممكن تستخدمها. وفي عنصر اسمه الدل. الدل ده اللي دايما بيستخدم في اي موقع اي كوميرس. الدل ده لما انت بتيجي تعمل تكتب مثلا سعر مثلا 2000 2200، وهنا كاتبين مثلا هو ده السعر الاولاني، فانت تقول بعد الخصم هيكون 1000 دولار، ماشي؟ فانت هتلاقي ظاهر في الموقع عندك ايه؟ بص، دي بتبص تعمل خط كده على النص. تمام. هتلاحظ السعر 1000، بعدها ايه؟ راح قال لك هو كان اصله 2200، فانت هو كاتب لك 1000 ده السعر بعد الخصم. تمام. يعني مش محتاجه توضيح اكتر من كده عشان الوقت. تمام. طيب خلينا نرجع بقى للسلايد عشان نكمل. لو انت مكمل معانا لحد هنا فانت احب اقول لك انك بطل بطل بطل. تمام. وانت فعلا عايز تعمل موقع. خلينا نشوف ايه اللي بعد كده. بس قبل ما نكمل، يا ريت تعمل اشتراك في القناه عشان تتابع المحتوى الخاص بالبرمجه والمهارات، ويا ريت تدعمني بلايك وكومنت وشير مع اصحابك. كده انت لازم تسيب كومنت عشان في السؤال، بس يا ريت تدعمني برده بكومنت جميل كده زي كده. تمام. وتعمل لايك وتشير الفيديو مع اصحابك علشان كل يستفيد وننشر العلم مع بعض وتكسب الثواب. طيب يلا بينا ناخد ريفريش كويس كده، ان احنا خدنا معلومات كتيره قوي، فخلينا نعمل ريفريش كويس. السؤال هياخد ثانيتين، يعني انا اقول السؤال واقول 1 2 وانت هتبدا تجاوب. طيب السؤال الاول بيقول لك what is representing the properties of the website and what is the syntax of it. طيب بيقول لك السؤال بيقول لك ايه هو ايه اللي بيمثل الخصائص بتاعه الموقع ككل، الموقع ككل، فاكر؟ طيب ببساطه هو الهيد هو بيمثل السنتاكس بتاع بيمثل البروبرتيز بتاعه الموقع ككل، والسنتاكس بتاعه ان احنا كنا بنكتبه اللي هو تعمل علامه السمولر زان وتكتب الهيد، والجريتر زان بعدين تنزل تعمل نفس العنصر ده بس تحط باك سلاش. طيب خلينا نشوف ده. بيقول لك الاليمنت از هيد، السنتاكس بتاعه اهو. تمام. وبتكتب هنا بروبرتيز زي ما احنا عرفنا. طيب بيقول لك وات از ذا بيجست كونتينر، يعني في الويب سايت عامه ايه هو الكونتينر الكبير قوي؟ طيب كنا قلناه، فاكر؟ 1 2. طيب يلا بينا نشوف ايه هو الكونتينر. بيقول لك اللي اوت، لان هو بيكونتينز ا لوت اوف كونتينر، يعني هو بيكون لي اوت بيكون قد كده، فبيكون فيه كونتينرز اكتر. تمام. طيب خلينا نخش على السؤال اللي بعديه. بيقول لك ايه هو الاليمنت اللي بيخلي اليمنت تاني
امبورتنت في الموقع. ايه هو الاليمنت ده؟ فاكر كنت لسه قايل لك دلوقتي مع البولد كده، وضحت لك قوي يعني. السترونج سهل. تمام. سترونج اليمنت. كويشن 4. يلا، ازاي بنربط ما بين السي اس اس والجافا سكريبت؟ يلا، 1 2. ببساطه اهو، هنا بنستخدم اللينك وهنا بنستخدم السكريبت. تمام. طيب نخش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك how we can change the background color for each one. هو السؤال ده احنا لسه ما خدناهوش، بس ماشي خلينا نروح نشوفه عشان تجاوب عليه. تمام. طيب لو عايزين ندي ستايلنج للاتش 1، ايه اللي احنا المفروض نعمله؟ هو ان احنا هنكتب الستايل ببساطه اتريبيوت اسمه ستايل. تمام. وبتكتب هنا كود السي اس اس. كود السي اس اس هو سهل جدا، احنا كده كده هنعرف في الفيديو الجاي السنتكس بتاعه. احنا عايزين ندي الباك جراوند كلر، يبقى تكتب باك جراوند كلر ببساطه جدا، وتكتب ريد مثلا او بلو. تمام. لو جينا عملنا سيف كنترول اس، تعالوا نروح على الموقع، هطلع لنا ادى باك جراوند لونها ازرق. تمام. طيب خلينا نشوف. بيقول لك ازاي تغير الباك جراوند. دي سهله قوي، احنا لسه واخدينها. هنعمل ايه؟ ستايل باك جراوند كلر ريد. تمام. طيب لو انت اجاباتك كانت 5 من 5 فاحب اقول لك ممتاز وعاش، ولو 4 من 5 عاش بس المره الجايه لازم تركز، و3 من 5 يعني متوسط، واقل من 3 لا انت لازم ترجع تعيد الشرح تاني او تعيد الفيديو تاني يعني علشان تقدر تراجع اكتر. تمام. طيب ايه هي البلوك والانلاين اليمنتس؟ البلوك اليمنتس هي الاليمنتس اللي انت لو عملتها في الصفحه بتبدا تلاحظ الاليمنت بينزل تحتيها. يعني انت لو اول ما كتبتها لا انت ما حدش واقف جنبي، لا انت تنزل الاليمنت اللي بعديها ينزل تحتيها. فاكر الهلو والهلو لما ظهروا جنب بعض كده؟ ده نوعهم انلاين. ليه؟ لان الانلاين بيخلي اي حاجه ثانيه بتيجي جنبيها. تمام. بس كده. او بيقول لك امثله على ده زي الديف والسبان، ومش السبان بس، ده في امثله كتير. او سبان ده كونتينر. تمام. السبان ده كونتينر، بس ايه كونتينر مش زي الديف. يعني الديف بتخلي ايه العناصر تنزل تحت بعضيها، لا هنا السبان لا بتخلي كله يجي جنب بعضيه. طيب وهنعرف ازاي نغير ده ان شاء الله في سي اس. يعني سي اس ممكن تغير الكلام ده عادي جدا. سي اس بتديك تحكم 100 100. طيب خلينا احنا جربناها اوريدي. تمام. احنا خلينا نعرف ايه هو السنتكس. السنتكس اتش تي ام ال، يعني احنا عاملين نقول سنتكس سنتكس سنتكس. بس احنا ندي ريفيجن كده. هو زي الجرامر بتاع الايه الانجليزي، هو قواعد كده اللغه علشان تكتبها بالطريقه الصحيحه وتحسن اللغه بتاعتك او تحسن الكتابه بتاعتك. هتلاحظ ان انت في حاجات في الاتش تي ام ال لو انا بقول لك انت لازم تحطها هنا او لازم تحطها هنا، لو انت جيت غيرت مكانها هتشتغل الكود، بس انت كاتبها يعني عايز اقول ايه بطريقه غلط. يعني انت كاتبها بطريقه ما تفهمش، مش ده العادي. انت كده يعني خارج بره القطيع. تمام. زي بالظبط برضه في الجرامر في الانجليزي. هل انت لازم تكتب جرامر بيرفكت قوي؟ لا مش لازم. ده اللي بيكتب جرامر بيرفكت قوي ده المترجمين اللي بيكتبوا مقالات. اما انت عادي ممكن لو سقطت جرامر عادي يعني، مش حاجه اللي هتضيعك يعني، لا. ده بالظبط برضه السنتكس كده. انت في لغات السنتكس بتاعها بيكون دقيق عشان برضه اكون واضح معاك، بس في الاتش تي ام ال لا السنتكس يعني هو عادي شويه. بس مثلا في لغه زي السي او السي شارب او سي بلس بلس لا الدنيا ماسكه، وبايثون برضه نفس الكلام. فانت الافضل انك تتعود على كده من هنا، يعني من دلوقتي تتعود على كده بحيث انت اي حاجه بعد كده تكتب صح. طيب خلينا نيجي عند الايمج دي احنا قلناها الفيديو اللي فات، وهو ان هي امبورتنت جدا وهي بتمثل 60% من فهمك. يعني انت تلاحظ السلايد بتاعتنا كلها ايه؟ انا بستخدم صور، كل السلايد صور. بص نرجع للسلايدز، احنا في سلايدز 31 ماشي. صوره هنا، في صوره برضو هتلاحظ فوق، لا دي ما فيش صوره ماشي، نطلع فوق اهو بص صوره. تمام. كل الحاجات هتلاحظ فيها صور. ليه؟ لان احنا عايزين نوصل المعنى اكتر، فبنعمل تكست ونصوص. تمام. سوري تكست وصور. تمام. فانت الصور بتمثل 60% وال 40% الباقيه للتكست والستايلنج والكلام ده. طيب خلينا نخش على بعديه، احنا خدناها اوريدي. طيب خلينا نعرف ازاي نعمل لينك. خلاص احنا قربنا خلاص نخلص الفيديو اهو. طيب ازاي نعمل لينك؟ اللينك هو ببساطه ان انت هتعمل حاجه سهله جدا، حاجه عامله زي الباراجراف مكونه من حرف الانكور لينك علامه الايه، وبتكتب الاتش ريف. الاتش ريف دي اسمها اختصار كلمه هايبر لينك. الهايبر لينك ده انت بتحط فيه اللينك بتاعك، مثلا www.google.com. خلينا نعمل سيف بس الاول. سيف اهو، نروح هنا طبعا جوجل ظهرت. لو جينا ضغطنا عليها هيودينا لموقع جوجل. تمام. والدنيا واضحه و100. طيب احنا الفيديو طول شويه، بس احنا ان شاء الله انت تعرف تعمل مشروع متكامل النهارده. تمام. طيب خلينا نكمل.
احنا عندنا هنا اهو اللينك، احنا جربناه وعرفنا هو اللينك، وعرفنا ان هو انت ينفع تربط ما بين صفحه وصفحه. يعني انا دلوقتي انا جربت لك على ان انت تربط موقع خارجي، انت ينفع تحط بقى لينك صفحه HTML، يعني تعمل مثلا shop.html وتروح حاطط shop.html في الهايبر لينك. تمام. طيب تعالى ننزل ناخد سام بيزك ستايلز. احنا خدنا الباك جراوند كلر، برضه نفس الكلام. هنا عايز تدي كلر تاني يقوم اديني كلر كولن وتقوم قايل ريد مثلا، او تعال نقول مثلا عشان هي كانت الكلر بلاك فمش ظاهره نقول وايت. تمام. او ندي كنترول اس، تعال نروح هنا ثاني اهو الكلر اتغير بقى وايت. تمام. طيب خلينا نعمل بروجكت بقى على اللي احنا خدناه. خلاص باقي كام سلايد وخلاص هنفنش الدنيا. نعمل بروجكت وخلاص كده. طيب بروجكت، خلينا نعمل بروجكت بقى من البدايه خالص. خلينا نفتح الاوبن فولدر او index.html. مثلا احنا عايزين نعمل اختصارات هنا، ده نقوم قايلين ايه؟ شيفت واي، نكتب هنا مثلا ادي احمد. تمام. او مثلا احنا نتكلم عن رونالدو هنكتب رونالدو. خلينا نكتب هنا ديف، سوري ديف، نكتب وهنعمل هيدر. احنا كده كده الفيديو الجاي هنتكلم عن الهيدر والكلام ده، بس احنا هنستخدمه كده عشان نوضح بس الفكره. الهيدر ده زي الديف بالظبط، بس هو بس بيديك خواص بسيطه كده، زي مثلا ان هو بيخليك ان انت تنظيم، دي خاصيه لوحدها ان انت بينظم لك الكود. طيب تمام. طيب خلينا نقول ننزل تحت نقوم قايلين هنا ايه؟ مثلا ايمج، نضيف اي صوره، نقوم ضايفين مثلا صوره رونالدو اللي كنا ضايفينها. ثواني نروح نجيبها اهي كنترول سي اللي هو كوبي لينك يعني. ماشي. نيجي هنا حاطين الصورة وبعدين سيف. تمام. تعال ندي هنا ستايل، نسيت ستايل ايكوال ادي مارجن، تعال نقول مارجن ليفت 20 بكسل. وهنتكلم كل ده في كورس سيسس يعني ما تشغلش بالك، احنا دلوقتي انا بس عايز اوصل المعنى. تمام. طيب نيجي هنا ايوه اهو شايف، هتلاحظ جاب لك مارجن، يعني حط لك مارجن. ثواني ماله اهو شايف جاب لك مارجن، جابوا لك من على الشمال كده. ازاي حكايه شويه رونالدو دي احنا كنا كاتبينها فوق صح؟ احنا كتبنا رونالدو بدون تايتل، سوري. ماشي. تايتل رونالدو. تمام. كنترول سي ونقوم هنا طالعين هنا نقوم قايلين هنلاقي رونالدو ظهرت فوق هنا كده اهي، ظهرت فوق كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو از سكورينج جول مثلا يعني. تمام. طيب كده ده مشروع لطيف وخفيف. ممكن ندي باك جراوند كلر تكون حلوه كده. ندي باك جراوند مثلا ايه؟ باك جراوند كلر ادي ايكوال سيان. تمام. واعمل هنا كنترول اس ونقوم رايحين على ده. ايوه بس هنشوف الخلفيه اللي قدامنا اهو. يعني مش الطف حاجه بس ماشي ما علينا. بس كده كده ما احنا عملنا البروجكت بتاعنا. تمام اهو. طيب وصلنا لفقره القوات والقوه بتاع النهارده. بيقول لك the best way to predict the future is to create it. بيقول لك هو بيحفظك انه بيقول لك ان انت ما تقعدش تفكر وتتوقع المستقبل ايه اللي هيحصل، لا انت اهم حاجه انك تبدا. غوص، ما تقعدش تقول انا ممكن يفشل ممكن مش عارف ايه كده. وهيبقى موضوع حلقه ان شاء الله يعني نتكلم عن الموضوع ده اللي هو الفشل، وان انت خايف من الفشل. وموضوع تطوير الذات ده ان شاء الله هينزل. بس احنا دلوقتي حاليا شغالين في كورس ال HTML نخلصه، هو ان شاء الله يخلص قريب جدا. تمام. وهنعرف دلوقتي هيخلص امتى. تمام. خلينا نخش على البروجكت اللي انت هتعمله في البيت. طيب البروجكت اللي انت هتعمله، هتعمل صفحه يكون فيها هيدر بسيط. ابحث لازم ده. بص انا عامل المشاريع دي مخصوص، او مشاريع بتتعمل عامه عشان تبحث وتطبق على اللي انت خدته. تمام. فدي حاجه مفروغ منها يعني. انت تبحث وهتعرف ازاي تعمل هيدر يكون احترافي جميل كده. تمام. وهتعمل
هتعمل مين سيكشن. فاكر المين اللي انا كنت وانا بشرح لي اوت كنت بقول لك المين، هتعرف اكتر عن المين ده اللي بيحصل، وتحاول تقول لنا المين كان بيعمل كذا في التعليقات. تمام. وتعمل لنا سيكشن توضح فيه about yourself، يعني توضح في نفسك وتشرح في نفسك. تمام. وتحاول تعمل ستايلنج كده جميله. تمام. مش شرط اللي احنا اتعلمناه النهارده، احنا اتعلمنا النهارده كلر باك جراوند كلر، لان ده مش عنوان الحلقه بتاعتنا. قلنا لك السي اس هينزل بكره او بعده. تمام. طيب بالنسبه لموضوع الفوتر، انت هتعمل فوتر. تمام. وتحاول تشوف ستايلات تكون جميله، تتعلم ستايلات اكتر وتضيفها. هو السي اس اسهل حاجه، يعني هو مش انا هعمل عليه كورس عشان اعرفك كل الستايلات دي. تمام. هو بس سي اس اعرفك الستايلات، اعرفك ازاي تعمل فاريبل، ازاي تعمل ريسبونسيف مع الاجهزه، الكلام ده. تمام. طيب قلت لك المين رول دول، او ان انت تطبق تعمل سيرش. لازم تعمل سيرش، بس ما تستخدمش الاي اي. يعني انت الاي اي ما تقولش اعمل لي المشروع كذا 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 ويديك الستايل وخلاص خلاص. لا، انت دلوقتي في مرحله تعلم. الناس بتقول لك استخدم الاي اي عشان تحسن انتاجيتك، بس مش وانت بتتعلم الكلام ده. وانت بتعمل مشاريع استخدم الاي اي، لان في حاجات انت ممكن تعرف تعملها بس هتاخد وقت منك. بس كده. تمام. طيب ايه اللي احنا نعرف في الفيديو الجاي؟ ان شاء الله احنا الفيديو الجاي نعرف الفورم، التيبلز، الليستس، البوتون، وهناخد الكويز والحاجات الباقيه دي. تمام. وهنعرف ستايلز اكتر عشان نقدر نقوي الفورم عندنا. تمام. احنا ان شاء الله هنخلص الكورس بتاعنا في 7 فيديوهات، وده رقم اسطوري مقارنه بالكورسات الثانيه. 7 فيديوهات. الفيديو النهارده احنا عرفنا خلاص كل الحاجات دي. تمام. الفيديو الخامس اللي هو المره الجايه هنعرف التوبكس دي. تمام. هنعمل البروجكت اللي انا اديته لك النهارده، هنطبقه مع بعض. والفيديو السادس هنعمل الكيو اند ايه، وهنجاوب هنغطي الثغرات اللي احنا ما قلناهاش من الكيو اند ايه، وهنضيف احنا نحاول نشوف حاجات ما ضفناهاش. تمام. في الفيديو السادس. والفيديو السابع هنعمل بروجكت وهنعمل هوست للويب سايت لايف، هيبقى اونلاين. طيب ايه المفاجاه؟ المفاجاه اللي انت مستنيها هي اول حاجه LMS for us is coming soon. اولا في منصه هتنزل او هتبقى اونلاين قريب جدا. المنصه دي هتبدا تخش عليها، تحل كويزز، تقدم على الكورسات كلها مجانيه هناك ان شاء الله. تمام. هتلاقي في اسمه ايه كويزز، هتلاحظ في مشاريع، في حاجات بتحلها، في بروبلم سولفنج، في كل حاجه انت عايزها في المنصه هتلاقيها موجوده. تمام. وحاجات كتيره، انا حاليا مش متذكر كل حاجه، بس هو المنصه اول ما تنزل انا اعمل لك عنها فيديو، مميزات كل منصه وازاي تقدم عليها وكده. تمام. طيب ايه المفاجاه الثانيه؟ او مفاجاتين مش مفاجاه واحده. تمام. ان المنصه مجانيه كل المنصه مجانيه، يعني مفيش اي اشتراك شهري تدفعه. تمام. ودي حاجه ممتازه جدا. ولو انت وصلت لحد هنا فانا بص اديك بوسه بجد يعني والله. وسبسكرايب فور مور a lot of programming and skills، يعني اشترك عشان تعرف اكتر عن البرمجه والمهارات، واي سؤال انت عايزه اقدر اجاوبه لك، فاشترك يا ريت. تمام. وهتلاقي صفحتنا على الفيسبوك هسيبها لك في وصف الفيديو عشان تعمل لي اشتراك فيها وتتابع، لان احنا بننزل البوستات عن الفيديوهات الجايه وبننزل فيديوهات الشورتس كده. تمام. ودعمني بلايك وكومنت وشير الفيديو مع اصحابك. و thank you for watching. Goodbye.